أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حال أيامك باي إيمان. غبت عليكم وهاني رجعت لكم. الله غالب يعني صوتي جريبي. آه هارب مازال. آه نعتذر منكم، لكن مع ذلك باش نحضروا مع بعضنا حاجات بنينة على الآخر، وخاصة توا احنا داخلين على رمضان وفي نفس الوقت فترة شتوية، فحاجات مغذية: شوربة عدس، وكروفيت بورقة الملسوقة، وبريك بالقوتة والتن، وسلطة جرجير. كلها حاجات مغذية، كل حاجة تنفع بهي الفقر الدم. آه، معناها أول حاجة سهلة هنا حطيت قهوتي. نشارك فيكم الروتين متاعي، يعني اليوم باش تحضروا معايا على روتين الكوزينة. أول حاجة عملتها هي حطيت قهوتي، ما شربتهاش الصباح، دونك نشربها العشية. كله إلا المزاج لازم يكون معدل، بس الطبخة تكون معدلة والكوجينة نعملوا فيها جو. لما راهي كي تدخل الكوجينة متاعها كوجينتها يلزمها تبدا صانع الجو متاعها، على خاطر أغلب الوقت يتحدى غديك. إذا في كوجينتك ماكش معدية جو، ما تنجمش تعطي البلوس متاعك. كهو هنا قهوتي حضرت، صبيتها في الفنجان وندور نترشف. على فكرة راه مش بالضرورة نكملها. المهم هكا حويجة نترشف فيها. شوربة العدس باش نبدا بها هي الأولانية، نحطها على النار وبعدين نكمل الباقي بشوي بشوي، بمرحلة بمرحلة. بما انه هي من غير الدجاج ومن غير الحوت والا اللحم من غير حتى شيء، ضروري نطيبوها بزيت الزيتونة. خلي المنفعة تكون كاملة. حطيت معاها بصل شتوي، هما باش يكونوا مكونات بسيطة: بصل وثوم، حطوا بزيت ثوم على خاطر الغاز، زيت زيتونة كما قلنا الأساسي، باش نحط نوعين متاع عدس. العدس الأصفر هو اللي أكثر لأنه هو الباز متاع الوصفة متاعي. باش نحط معاه في الشطر هكاك ولا أقل من شطر عدس أحمر. باش نحط كل شيء على البارد، ما يسحقش. تنجموا تزيدوا تريفات الدجاج، تنجموا تزيدوا اللي تحبوا عليه انتم، تريفات اللحم. سامحوني بالله يا جماعه على صوتي. فواحد بالملح والفلفل اكحل، ابسط من هكا ما فماش. نحطها على النار ونمرقها بالماء السخون، نعبيها الطنجره ماء سخون، مش نمرقها برك على خاطر العدس يقبل الطياب. وباش نسرع عمليه الطبخ يلزم يكون بالماء سخون، خاطر اذا باش نحط ماء بارد باش نقعد نستناه دوب الوقت باش يطيب. دونك انا راني زدت مره اخرى ماء، يعني عبيتها طنجره بالماء باش نكونوا واضحين. ولا العدس نتاعي نخليه على جنب، ندور ونحرك بركه. ولهنا باش نبدا نحضر البريك نتاعي. اول حاجه قشرت البطاطا وباش نصمتها. كميه الماء في البطاطا انا نوفي باش ما نقعدش نستنى فيها لين تشيح. هو كل حد وطريقته طبعا. حطيت فيها شويه ملح. نرجع لهنا قلت لكم راهو الياتوار. يعني هذوما لي زيتاب الكل نحضر فيهم في نفس الوقت، يعني نخدم كذا ونرجع لكذا ونخلي كذا. خصوصا ان شاء الله في رمضان، يعني باش نقور احنا نسي هكيكه في الكوزينه، تعمل حاجه وتقص على حاجه وترجع لحاجه اخرى، اللي تلقى روحك باذن الله كملت كل شيء في وقت واحد. لهنا قصيت الملسوقه على 2 للكروفيت، ونلفها بمنديله باش ما تشيحش ونخليها على جنب. الكروفيت متاعي رويال، قشرتها ونظفتها وغسلتها ونحيت لها الخط اللي من فوق. ولهنا باش نحلها شويه في الوسط، ريت من اللوطه باش نجي نعمل تشريحه صغيره باش الكعبه ما تقعدش ملويه، تتحل معايا الكعبه هكا تولي طويله كما شفتوها محطوطه. نوريكم كعبه اخرى كيفاش عمليه يعني هكا نشرحوها شويه ضريبات خفاف، حتى كل كعبه نعمل هكيكه لين نكمل الكميه متاعي الكل.
نسيت باش نصور لكم لي انا فوحتها برشة خفيفة ملح وفلفل اكحل بريسك معدومة من الملح، ما تكثروش لانه مش ما يجيش مالح. لهنا البطاطا متاعي طابت كما قاعدين تشوفوا. انا مجرد ما مسيتها وهي صاي ذابت بين يديا، صفيتها من الماء السخون وديريكت نرفسها وهي سخونة. علاش؟ هكاكا تجي تولي لي رطبة ما تقعدش فيها دي غرومو. بعد ما رفستها مليح لهنا نتفقد في العدس، شربت العدس متاعي وزدت مرقتها كالعادة. ديما راهو نصبو ماء سخون، ما نعملوش بلوكاج للطنجرة بالماء البارد، يعني عبارة باش تبلوكيها تعاود طيبها من جديد. كانت هذيك المرة الاخرانية اللي نزيد فيها الماء خليته لين ولا في النيفو المطلوب. اما ديما ندور ونحرك. نرجع هنا للبريك متاعي باش نفوحو. حطيت كمية القوطة قد كمية البطاطا باش يجي خفيف. جربوها الوصفة بالحق تشوفوا قديش البريك يجي خفيف على الاخر. البطاطا نحسها رزينة وحدها، سورتو في رمضان احنا ناكلو برشا بريك، فدونك ماذا بينا يكون الحشو خفيف. ومرات نختمها نعملها قوطة صافي، لكن الاغلبية الشر قوطة والشر بطاطا، ونحط معدنوس ونحط جبونات حسب الرغبة. بطبيعة الحال التون. وما ننساوش لا باهي رشة الفلفل الاكحل باش نحطها على العظم، ينحيلو الزفورية متاعو. باهي الكل في الكل في الخليط، بما انه ما شاء الله بزايد. وقت اللي نخلط فيه حسيته هكايا ناقص، دونك باش نحط حار عظم الكل في الكل. ما شاء الله الكمية كبيرة شوية لانه باش نعمل بزايد بريك عيلة تبارك الله. دونك تنجموا نتوما تنقصوا في الكمية حسب العيلة متاعك. اللي باش تعمل كونتيتي كبيرة هاكا قدامها انا قداش خلطت. هذيك العظمة الثالثة، ومن بعد ما نحضر الخليط باش نزيد الرابعة. باهي نرجع لهنا للكروفات متاعي باش نلفها هي الاولانية. ناخذ الشر ورقة متاع ملصوقة الجهة الرطبة من داخل، ويما باش نحط عليها الكروفات، والحرشة باش تكون من برا. لهنا كما قاعدين تشوفوا حطيت صباع الكروفات وصباع الجبن بجنبها غرويير هولندي، ونلفوا بالطريقة هذيك. وماذا بيكم تكبسوها بالكدا باش ما تتحلش. كهو كل كعبة نلفها ونحطها بجنب اختها لين يحضروا الكل. ما شاء الله بنينة على الاخر. تصلح هكايا كمقبلات زيادة في كده. عندك بلا برانسيبال، عندك ضيافات تحب حاجة هكا دولوكس، تحب حاجة بنينة مزيانة. كهو بريكيتي بالكروفيت حضروا. خذيت المقلة متاعي وحطيت فيها بزايد زيت وخليته يسخن. لهنا البريك متاعي الاخر تطوي مثلثات، ولهنا زدت عظم الحشو هذاك كما قلت لكم. قبل ما نبدا نحضر البريك الاخر نطويه. لهنا باش نحط بريكيتي بالكروفيت بالملصوقه هي اللي تتقلي الاولانيه. كما قلت لكم راه في غاميزيور نعمل هذه ونعمل هذه في نفس الوقت باش هكاكا نربح وقت وكل شيء يحضر مع بعضه. ونورمالمون الشوربه راهي بريسك طابت. تنوريها لكم نورمالمون تاكي طيب نوريها لكم ونصفي عليها الغاز. كهو لهنا كما قلت لكم الخليط نتاعي سحقيت فيه الكوف الكل حار عظم خاطر الشراب بالخليط، وانا ما نحبوش يكون لا طري مرخوف على الاخر كما قاعدين تشوفوا فيه بوماد هكاك طري، ماهوش جاري وماهوش يخفي معناها قوي ثقيل. هاو نبدا نحضر تويكا لهنا في البريك متاعي بالحشوه، في نفس الوقت بريكاتي الاخرين في الزيت قاعدين يطيبوا. ما تنساوش في التعليقات خليولي رايكم، تعليقاتكم هي مزيانه. ان شاء الله كل شيء يكون عجبكم، ان شاء الله استفدتوا. وكان تحبوا تسالوا على حاجه مرحبا، وتخليوا لي شنو الحاجات اللي تحبوا ان شاء الله نحضرها لكم لرمضان.
ربي يبلغنا رمضان آه، لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله ربي يعين على صيامه وقيامه. إذا ما كعبيت البريك قاعدة نقلب فيهم بالحق. الريحة فاحت في الدار، بسم الله ما شاء الله، في الكوجينة طبعا فاحت على الاخر. ماذا بينا ما نحرقوهمش، يكونوا دوغي هكاكا مزيانين. ديجا الكروفيت هي ما تبطاش باش تطيب وجبن في ساعة يذوب. ماذا بينا يتقدموا سخونين. بعد ما طابت الكروفيت، بريك الكروفيت توا نحط البريك متاعي. انا لهنا المقله متاعي كبيره شويه فتهز ازيد كعبات تساعد الحق، خصوصا في رمضان. ماذا بيكم مقله هكا كبيره باش تعبي فيها ديريكت كل رشه تهز برشا كعبات وانتي مرتاحه. وديما ما تنساوش تحتسبوا الاجر. راهو الحمد لله اللي احنا مسلمين، والحمد لله اللي اي حاجه نعملوها ونحتسبوا فيها الاجر مأجورين باذن الله. هنا باش نوريكم كعبه من داخل. هذاك الجبن خرج شويه على برا، اما طبيعي ذاب يعني من السخانه. سخونه على الاخر الكعبه، عرفت وشدتها بالسيف لدرجه اني وقت اللي جيت نقسم فيها خرجت الكروفيت وحدها والنص الاخر وحده. لهنا الشوربه متاعي ريتو مقدار الماء قداش نقص. سي بون بالنسبه لي انا كي نشوف العدس تفرشها هكاكا راهو طاب نطفي عليها، والبريك متاعي من غاديكا قاعد يطيب في نفس الوقت باش نحضر السلطه. باش نعمل سلطه جرجير بالرمان. لقيت الجرجير متاعي وغسلته مليح، زدت عليه كعبة طماطم. جرجير تنجموا تخليوها الورقة كيف ما هي كاملة ولا تقسموها على اثنين. بالنسبة للبصل راني نقصت فيه خاطر حسيت برشا جرجير حار والبصل الحار، ف مش يجي طعم قوي ياسر. دونك نقصت في البصل وخليت الجرجير كيف ما هو. باش نزيد عليه رمان ويا مع البنة. نحكي لكمش العبيد المغرومين بالسلايد جربوها، والرومين في السلطة قديش بنين هكا مزيج ما بين الحلاوة متاع الرومين والملوحية والحموضة متاع القارص. صدقا بنة بنة بنة. وما نسيبش زيد الألوان اللي في السلطة تكون مزيانة. كهوفة واحد ملح وفلفل أكحل وقارص، لأن راهو باش تحس الكمية برشا، ما هي راهو ما يوش برشا خاطر الجرجير يقبل القارص. ونحط زيت زيتونة تفويحة بسيطة وخفيفة. فوالا صاي لهنا السلطة متاعي حضرت. نقلبها مليح، نحركها بالكدا ونبدا نعمل الدريساج متاعي. حاجة صحية ومعروف الجرجير والفوائد متاعو، خاصة للي يعانيو من دهون الكبد يلزم ياكلوا بالكدا الجرجير، يعاونهم. لجماعة الرجيم، للصغيرات زادا. كي يبدا الكعبة متاع الجرجير، ورقة الجرجير الصغيرة يكون أقل حرورية. أنا وحدة من الناس ديما من نفطر منه في فطور الصباح. زدت زينت لهنا بكعبة جوز بالحق بنينة على الاخر مع بعضهم. تشكيلة هكيكة في السلطة بنينة، جربوها كيف ما هي وتفكروني. لهنا نحط باش نعمل دغيساج متاع البريك متاعي. هو اكيد راهو سخون البريك ملاش لعيونكم هكا واحد باش يقدم حاجة سخونة عادي، تعودنا احنا نساء. ونجيو لهنا قوية راهو صدقوني، عرفتوا تشبع اصلا وحدة تحسها تشبع. لهنا الشوربة متاعي صايي حاضرة. نحركها مليح مليح قبل ما نقدمها. بريسك تويك تنجمو تقولوا وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا. جوست من بعد ان شاء الله باش نكمل هكايا مشروب ساخن. خليطنا الاعشاب
نوريهولكم. قبل كل شيء أتمنى إنكم تكونوا وصلتوا معايا نهاية الفيديو، تعملوا أبوني للباج للشين، تعملوا جيم بختاج الفيديو. وهذا شنو اللي حضرنا، يا رب يكون نعجبكم. نجيب تويكا الآخر حاجة في السهرية، هي إني عملت شاي الأعشاب. ما يفضل إنكم تحطوا ماء صافية خير من نحطوا ماء سبالة في الأعشاب هكي، خاطر احنا باش ننقعوها حسيلو حتى ماء سبالة زادا ما عندكم تقولوا فيه. لهنا مجموعة خليط من برشا أعشاب. ان شاء الله نصوروا وحده مرة في فيديو، ونزيد نشارككم بمشروبات شتوية اخرين باذن الله. كهو لهنا الشاي الاعشابي متاعي حضر، باش نزيد معاه ترانش متاع برتقان شايح، نصب الخليط متاعي وهو سخون. كهو واحد باهي للبرد، باهي نزلات البرد يعني، باهي للهواء، باهي للدورة الشهرية اللي ما تحبش تهبط لها، باهي برشا حاجات، يقوي المناعة، يهدئ المزاج. حسيلو خليكم ونقول لكم يلا السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.